هو صور كل ده امتى؟ يعني هو صور حلقه مع ابراهيم فايق هتذاع النهارده، صور اعلان لفيلم مع لعيبه النادي الاهلي، صور البرومو بتاع تقديم الصفقه. يا زوز كل الطرق تودي للجزيره. دي الجزيره سهله قوي، ده كل الطرق بتروح. يا زيزو خلاص يا جماعه بقى اهلاوي، بقى اهلاوي. الفيديو بتاع زيزو يعني هو دلوقتي داخل في ال 18 مليون، 18 مليون مشاهده ومعدي المليون و200 الف لايك. صفقه زيزو فعليا دي اضخم صفقه على السوشيال ميديا، تمام؟ ودي خطت كل الارقام، دي صفقه عدت كل الارقام. صفقه زيزو والفيديو بتاعه عدى صفقه امام وبن كله. صفقه زيزو هي الاهم في القرن العشرين. هتقول لي يا عم ده لعيب عادي، بس فكره السيناريو اللي جه بيه زيزو وفكره كميه الاعلانات والحلقات وهنا وهنا، ما هيجيبوا له فلوسه منين؟ هيجيبوا له الفلوس اللي هو عاوزها منين؟ تمام؟ عشان ده عمل اعلان ده لفيلم، انت فاهم، مع لعيبه الاهلي، تمام؟ عمل كمان البرومو، صور حلقه، انت صور حلقه مع ابراهيم فايق هو هتذاع النهارده، تمام؟ طب يا زيزو فين الورقه اصلا اللي انت كنت كاتبها لجمهور الزمالك؟ مش فاهمها. بس خلاص زوز بقى اهلاوي، زيزو بقى اهلاوي. دلوقتي راكب الطياره ورايح امريكا، دلوقتي راكب الطياره ورايح امريكا دلوقتي. يعني انا بكلمك دلوقتي هو دلوقتي في الطياره، دلوقتي في الطياره، زوز في الطياره، تمام؟ زيزو من اللعيبه اللي تقدر تقول عليها مثلا ايه، لعيب كويس جدا يعني، بس مش اللي هو المهاري، بس الضجه اللي هو جه بيها هي دي اللي عملته بقى كده. يعني الطريقه اللي جه بيها زيزو ان هو عمال يجي مش عارف ايه مع ده نادي، ده كان عاوز نادي الزمالك يكتب له النادي باسمه بطلبات ابوه. بالتالي يعني الفكره هنا ان الاهلي مش لوحده اللي عمل طلبات زيزو. يعني انت شفت كميه الاعلانات؟ ما هو الاهلي هيجيب مثلا فلوس اللي دفعها مثلا في زيزو دي منين؟ ما من الاعلانات والحاجات دي كلها. الحلقه مع ابراهيم فايق، ما هو مش طالع مع ابراهيم فايق ببلاش يعني، تمام؟ ومش عامل اعلان للفيلم ده برضو مش ببلاش، مش بمليون ولا ب 2 مليون جنيه يعني. الارقام العبيطه دي. اضرب فوق، اضرب فوق في العالي، تمام؟ زيزو جمع كل الفلوس، يعني الاهلي جمع فلوس زيزو قبل ما يلعب، يعني الاهلي جمع فلوس زيزو قبل ما يلعب. بس الفكره انا نفسي افهمها، هو عمل كل ده امتى؟ عمل كل ده امتى؟ تصور فيلم، صور ده الشناوي يقول له طب نشوف زيزو بقى يقول علي معلول. انت متخيل؟ وصلوا مرحله صعبه، تمام؟ انت بتتكلم ان خلاص زيزو بقى اهلاوي، الصفقه الاهم، وكل الناس دلوقتي قاعده منتظره زيزو بقميص النادي الاهلي. واول مباراه، تمام، اول مباراه للنادي الاهلي هتكون امام باتشوكا يوم الاحد. مباراه هتلاقي يعني مباراه جامده جدا على فكره، مباراه جامده. هل هنشوف بقى زيزو هيسافر النهارده هيوصل بكره، يعني بكره السبت، هل هيلحق يلعب؟ ما تفهمش، تمام؟ ولكن هل الاهلي هيجيب صفقات تاني؟ طب هل الفرقه دي قادره على المنافسه بكميه النجوم دي؟ خلي بالك اللي في الاهلي دلوقتي سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. ليه؟ لو تفتكر بيراميدز جابوا كل اللعيبه الموجوده في الكوكب، جابوا كل حاجه ومدربينها بكل حاجه، ما عرفوش يعملوا حاجه. هل انت بكتر النجوم اللي بقت عندك في الفرقه دي هتقدر تنافس؟ هتقدر تلم؟ خلي بالك السر هتبقى في اوضه اللبس، السر هنا هيبقى في اوضه اللبس يا باشا، فاهم قصدي؟ يعني السر كده مش هيبقى في الملعب. هل المدير الفني الجديد قادر على السيطره على اوضه اللبس؟ ده برضو انا نعرفه. تبقى عندك في الفرق بدل النجم 10، انت عندك زيزو بن شرقي وامام وحسين الشحات واسامه ابو علي والشناوي وليلى بقى وياسر ابراهيم واشرف داري. نجوم موجوده في الفرقه، وتريزيجيه، نجوم يا باشا، وحمدي فتحي واليو ديانج راجع لك، ايه، وبن رمضان وليلى يا باشا، كل ده موجود، كل دي نجوم. هل هتبقى قادر على السيطره على هؤلاء النجوم؟ ده اللي نعرفه. بس زيزو نفسي افهم هو عمل كل ده امتى؟ سلام.